السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. انا شريف رضا، طالب بكلية الطب جامعة المنصورة دفعة 2023. ازاي جبت في الفيزياء 58 ونقصت درجتين بس؟ هكلمك عن اهم الحاجات اللي لازم تعملها وانت بتذاكر فيزياء او انت بتحل فيزياء عشان باذن الله تقفل فيزياء في امتحان اخر السنة. اول حاجة لازم يكون عندك شوية اساسيات للرياضة، لان زي ما انت عارف مش هتعرف تحل فيزياء ولا تكون كويس فيها غير لما تكون كويس في الرياضة. مش كل الرياضة طبعا، وإنما حاجات بسيطة من الرياضة، زي مثلا الميل، إزاي تحل معادلتين، وإزاي تتعامل مع العلاقات البيانية. أنا كنت اتكلمت عن الموضوع ده في الأجازة بس مفيش حد شاف الفيديو قوي، فحبيت أنوه عنها تاني. لازم يكون عندك الأساسيات دي، عشان كده أنا حاطط لك في الوصف فيديو الأستاذ محمد رضا في أهم الأساسيات اللي أنت هتحتاجها من الرياضة عشان تعرف تتعامل مع الفيزياء. ده بالنسبة لأول حاجة. تاني حاجة وهي إن أنت لازم تكون مجمع القوانين اللي أنت هتاخدها في كل درس، وبعد ما تخلص الفصل لازم تجمع القوانين بتاعة الفصل كامل في ورقة قدامك كده، عشان تعرف إزاي تتعامل مع كل سؤال يقابلك بالقانون المناسب ليه. ولو في أي قانون بيتفك لأكتر من قانون لازم تكتب القانون الأساسي وتطلع منه فروع بالقوانين دي، لأن ده مهم جدا وهيساعدك كتير جدا جدا ويختصر عليك وقت كبير قوي. وركز في اللي هقوله دلوقتي ده لأنه مهم جدا جدا جدا. لو لقيت قانونين ليهم علاقة ببعض، يعني لو حطيتهم جنب بعض كده تحس ان هما ليهم علاقة ببعض، لازم تكتبهم جنب بعض. لأن في امتحان السنة اللي فاتت كانت معظم الأسئلة عبارة عن أسئلة مزدوجة، يجيب لك نص السؤال الأولاني طالب منه حاجة ونص السؤال التاني طالب حاجة تانية، وده اللي طول وقت الامتحان وخلى ناس كتير تجيب درجات وحشة في امتحان الفيزياء. فلازم تدرب نفسك على الأسئلة اللي من النوع ده، الأسئلة المزدوجة اللي هو نص سؤال بيسألك عن حاجة ونص السؤال التاني بيسألك عن حاجة تانية. وهوريكم دلوقتي القوانين اللي أنا كنت مجمعها للفصول. أنا مش معايا يعني غير شوية حاجات كده، هما اللي باقيين، بقية الورق ضاع مني. يعني مثلا دي بتاعة الفصل التاني، دي فيها كل قوانين الفصل التاني بكل العلاقات المهمة. ودي مثلا ورقة الفصل التالت، كنت في أول كل مذكرة يعني بحط القوانين بتاعة الفصل كله. إن شاء الله هحاول أدور عليهم وهحطه لكم على قناة التليجرام. تاني حاجة لازم تتعود إن أنت تكون سريع وأنت بتحل فيزياء أو أي امتحان عموما، وده بيجي عن طريقتين. الطريقة الأولى وهي إن أنت تتفرج على مدرس شاطر وبيحل بطريقة سريعة وسهلة. وأفضل مدرس نفعني في الحكاية دي هو مستر محمد عبد المعبود. سمعته وأنا في المراجعة النهائية، أنا كنت مشترك معاه مراجعة نهائية، بس الصراحة هو اللي فادني وخلاني أحل بطريقة أسرع. الحاجة التانية اللي خلتني أحل بسرعة وهي التعود، يعني أنا أسمع طريقة شرح المدرس أحاول أطبقها في أي سؤال بحله. فلازم انت تتعود على نقطة السرعة دي عشان مهمة جدا وبتوفر عليك وقت كبير. يعني انا مثلا كنت ممكن احل امتحان فيزياء 50 سؤال في ساعة او ساعة الا ربع، وده مش لان انا عبقري ولا حاجة، لا، بالتعود والاجتهاد والاستمرارية بإذن الله تحل الامتحان في اسرع من كده. تالت حاجة، لما تيجي تحل اي سؤال يعني عايزك تكون معلم كده. يعني مثلا اول ما تلمح اي كلمة في السؤال مش تروح تجري تشتغل وتحل وتعمل، لا، عايزك بس تدي لنفسك كده فرصة 30 ثانية تفكر في الخطوات اللي انت هتعملها او القوانين اللي انت هتستخدمها وانت بتحل المسألة دي. كان مستر محمود مجدي دايما يقول لنا خليك حرامي شاطر. يعني الفرق ما بين الحرامي العبيط والحرامي الذكي ان الحرامي العبيط بيخش يسرق اي حاجة قدامه، تقيلة بقى كبيرة هتاخد منه وقت مش عارف ايه، فبيطلع يسرق شوية حاجات ملهاش لازمة كده وبعد كده يمشي. انما الحرامي الذكي كان يفضل يفكر 30 ثانية كده يشوف هو هيسرق ايه، ايه الحاجات الخفيفة اللي تتباع بسعر اكبر عشان تجيب له فلوس اكتر. فانت خليك حرامي ذكي، ركز كده بس في السؤال 30 ثانية 20 ثانية مع نفسك كده، فكر في الخطوات اللي هتعملها عشان تحل السؤال قبل ما تبدأ تشتغل على طول وترمي نفسك في النار. لأن في بعض الأسئلة بتبين لك في الأول كده إن هي محتاجة شغل جامد، ولكن لما بتقرأ السؤال وتفكر فيه ممكن تحله بمجرد النظر، وبرضه تبص على الإجابات عشان ممكن الإجابات يكون فيها حاجات مستبعدة، فأنت تحل السؤال برضه من غير ما تتعب نفسك وهتوجع دماغك. فخليك حرامي شاطر. طيب تسمع مين طول السنة؟ أنا صراحة كنت بروح عند مدرس على الأرض وعلى طول كنت بسمع مستر محمود مجدي. لو في دروس ما كنتش بفهمها من مستر محمود مجدي كنت بسمع مستر محمد عبد المعبود.
ما فهمتش من مستر محمد عبد المعبود، اسمع من المهندس في الفيزياء، قناة المهندس في الفيزياء. عشان كده لما جيت في المراجعة النهائية انا كده سامع من المدرس اللي على الارض، وسمعت من مستر محمود مجدي طول السنة. قررت ان انا اشترك مع مستر محمد عبد المعبود بحيث ان انا انوع من مصادر الشرح اللي بسمع منها واستفيد من خبرات كل المدرسين دي. النقطة اللي بعد كده وهي ان انت تحاول على قد ما تقدر قبل ما تاخد فصل جديد او قبل ما تاخد درس جديد تكون قارئ الدرس او الفصل اللي انت خدته قبل كده، لان معظم الابواب في الفيزياء خصوصا في الكهربية لوحدها او الحديثة لوحدها تحس ان هما مرتبطين ببعض. فعشان تسهل على نفسك وعشان ما توجعش دماغك لازم تقرأ الفصل اللي انت خدته قبل كده لما تبدأ في فصل جديد. هتحس ان انت قاعد في الحصة كده يعني سلطان زمانك ومفيش حد عارف اللي انت عارفه، مع ان دي حاجات خدناها قبل كده بس مع الوقت بتتنسي. فخليك اقرأ على السريع الفصل اللي انت خدته قبل كده. تحل كام كتاب؟ انا عن نفسي كنت بحل من مذاكرة المدرس اللي كنت بروح عنده، وقررت ان انا اشتري كتاب الامتحان بجانب المذكرة دي. كتاب الامتحان انا حله لوحدي تقريبا، يعني المدرس ما كانش بيحل معانا من كتاب الامتحان، وكان بيساعدني في حل كتاب الامتحان المهندس احمد السجاعي وقناة الفيزياء والحياة. الاستاذ او المهندس احمد السجاعي من اهم واحسن المدرسين اللي حليت معاهم. كان يقعد يخترع لنا قوانين كده او يعني يكتشف لنا قوانين بتسهل علينا الحل جدا. فهو لو نزل الحل السنة دي هيبقى كويس جدا، ما نزلش قناة الفيزياء والحياة برضو كويسة جدا. ولو حابين انزل لكم امتحان اوريكم طريقة حل في الفيزياء انا ما عنديش مشكلة، اكتبوا لي في التعليقات لو عايزين. وبس كده، ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتكتبوا في التعليقات عايزين نتكلم عن ايه الفيديوهات الجاية. سلام.